حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية وانتو تشوفون فيديو اليوم رجعت لكم بعد فترة كلش طويلة، تقريبا 4 أشهر هيجي شي. اليوم راح اسوي الشوربة. بما انه جاينا رمضان، عندي هنا المكونات 4 قلاصات عدس وقلاص شعرية، وعندي هنا باكيت بمكعبين ماجي وراس بصل ثرمته ناعم، بصل يعني صغير حجمه. عندي هنا التوابل، ملعقة كوب كركم، ملعقة كوب بصل مطحون، وملعقة كوب ثوم مطحون. وهسه راح ابدي بتحضير شوربة العدس. هسه خليت الجدر على النار وغسلت العدس كل زين وخليته بالجدر مثل ما تشوفون. هسه راح اضيف المي، راح اضيف كمية تكون تغطي العدس. هنا انا ضفت قلاص وضفت قلاص ثاني، انتو شوفون يعني حسب الكمية العدس اللي عندكم. انا ضفت 3 قلاصات مي مثل ما تشوفون. هنا غطيت العدس بالمي، راح اترك الجدر على النار على مود يفور ويستوي عندي العدس. كل ما يقل المي، اذا حسيتوا بعد ما مستوي تقدرون تضيفون بعد مي على لحد ما يستوي عندنا العدس. هنا مثل ما تشوفون بديت اخلط بيه دا اشوفه انه استوى ولا. هسه على صفحة جبت الطاوة خليت بيها زيت على مود احمس البصل وباقي المكونات من التوابل وهاي السوالف. مثل ما تشوفون خليت زيت، اخلي بصل وحمسه كل الزين لحد ما يذبل عندي البصل. صار عندي هذا شكل البصل ذبل عندي. ضفت التوابل، البهارات والثوم والبصل، وبديت امزج البصل ويا التوابل. هسه بعد ما مزجت التوابل ويا البصل ضفت مكعبين من الماجي، هذا المكعب الاول وهذا المكعب الثاني. بالنسبة للملح تقدرون تضيفون حسب الرغبة، لأنه الماجي هو يجي مالح، فإذا أنتو تحبوها كلش مالحة تقدرون تضيفون ملح، وإذا ما حبيتوا أنه تكون مالحة تقدرون بس بالماجي ينطي طعم ملوحة. هسه بعد ما استوى عندي العدس راح أضيف الشعرية مثل ما تشوفون. ضفت الشعرية ويا العدس وأبدي أمزج وأتركها تستوي الشعرية. هسه بعد ما استوت عندي الشعرية والعدس راح أضيف البصل والتوابل اللي سويتها بالطاوة على صفحة، ضفتها ويا الشوربة مثل ما تشوفون. هنا أنا ضفتها وهسه أبدي أمزجهن كل الزين. أستمر بالمزج. مثل ما قلت لكم الملح حسب الرغبة. أنا هنا ضفت ملح وبديت أمزج الملح ويا الشوربة. وهنا استوت عندي الشوربة وصارت جاهزة للتقديم. أتمنى أنه نالت إعجابكم وكلش مفيدة برمضان. طبعا السفرة ما تخلى من الشوربة، وخاصة شوربة العدس أهم وجبة. هنا بديت أخلي بالكاسة مثل ما تشوفون صارت عندي الشوربة بهالشكل. أتمنى أنه تجربوها وتنال إعجابكم، ولا تنسون تشتركون بقناتي وتدعموني بلايك وكومنت، وتتابعوني على الانستغرام. راح اترك لكم رابط حسابي الانستغرام صندوق الوصف. وجربتها اني هنا وطعمها كلش كان طيب. اتمنى انه تجربوها وتكتبولي بالتعليقات شنو رايكم بيها. وشكرا على المشاهدة ومع السلامة.